فمحمد كريم كلم احمد رامي عشان يكتب له اغاني الفيلم، لكن احمد رامي اول ما سمع منه قال له انت عارف ان الشعر ما بيطلعش مني بالطلب. فمحمد كريم حاول معاه كتير، لكن احمد رامي اخر ما زهق قال له انا في حاله نفسيه صعبه جدا وما عنديش مزاج انك اكتب. لكن مع الاصرار الكبير جدا لمحمد كريم، احمد رامي بدا يساله، قال له البطل بتاعك ده راجل حزين؟ قال له جدا. قال له طب ما بيقدرش يوصل لحبيبته في الاخر؟ قال له طبعا. قال له طب بيشتغل ايه؟ قال له فنان وموسيقار. احمد رامي بدا الفضول يجيبه، فقال له طب احكي لي كده اي حاجه من الفيلم بتاعك. قال له البطل بيخش بيت فبتقع عينه على بنت جميله نازله من على السلم، وبمجرد ما بتنزل العقد من رقبتها بيقع وحباته بتتبعتر في كل حته، فالبطل بينزل يلمهم واخر قطعه من العقد بتتدحرج عند نبته شجره الورد الابيض، فبياخدها وبيديها للبنت، فالبنت بتقطف ورده بيضه وبتديها له. احمد رامي بمنتهى العفويه قال له دي ورده الحب الصافي، ولسه محمد كريم بيكمل له، قال له لا 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 لا, لا ما تكملش، خلاص كفايه كفايه، مش عايز اسمع اكتر من كده، وقفل معاه بسرعه وجري يكتب اغنيه ورده الحب الصافي. يا وردة الحب الصافي، تسلم ايدين اللي سقاكي. عشان تكون أول أغنية من ال8 أغاني اللي هيتعرضوا في الفيلم.